سادتي الله لا يفرق بيننا وبينكم. الله يرحم آية الله العظمى السيد الميلاني، سيد هادي الميلاني، مرجع عظيم من مراجع النجف وتوفى بمشهد. السيد الميلاني رحمه الله اجت عائلة ألمانية، طبعا هذا الحكي بوقته يعني قبل 50-60 سنة هالحدود. قالوا له سيدنا نريد نصير مسلمين شيعة. قال لهم انتم منين؟ اجانب طبعا، جابوا مترجم. قالوا له احنا المانيين. قال لهم ايش جابكم انتم على الاسلام والتشيع؟ بالبدايه سولفوا لي قصتكم، شنو اللي قنعكم؟ قالوا له والله سيدنا احنا بالمانيا واكو عندنا خدامه ايرانيه شيعيه ببيتنا تشتغل، خادمه، واحنا كان عندنا بنيه وحده بالبيت، هاي البنيه هي وجودنا. طبعا مصدر كتاب كرامات الزهراء للأبطحي. خاف واحد على المصدر، انا ما اسولف سوالف عجايز على المنبر، ترى يعني منبري دقيق وكل شيء بحسابه. حتى الماقاري اذا تابعوني دوم اقول انا هاي ما لاقيها بكتاب، سامعها حتى ما حد يقدر يحاسبني من انزل. كتاب كرامات الزهراء للأبطحي، القصه موجوده وموثقه. زين، قال له عندنا بنيه صغيرونه قلبنا بيها، ما عندنا غيرها، قلبنا بيها، حياتنا بيها، نفسنا هي. هاي البنيه طاحت من درج عالي بيتنا فتكسرت اضلاعها. هاي البنيه الصغيره بالذول الالمانيين. يقول له هاي يظهر من اضلاعها متكسره، هاي الاضلاع مأثره على داخل صدرها وجسمها وممزقه احشائها، طفله صغيره ملعوب بيها جوله. وهذا حكي قبل، مو هسه الطب مو مثل الان. فاخذناها الى مستشفيات المانيا، قالوا الطفله ليس لها علاج لان هاي الاضلاع ممزقه دواخلها. ويقول له خلاص جبنا الطفله بين الموت والحياه، والطفله ميؤوس منها. يقول وتحولت حياتنا إلى جحيم ونحن ننتظر موتها. أنطوها مهدئات إلى أن تموت. قالوا وتموت يمكم بالبيت أفضل. ليش بالمستشفى؟ طفلة هاي حتى تموت مرتاحة. وأنطونا مهدئات للطفلة عن الآلام الشديدة. والطفلة صارت من غيبوبة إلى غيبوبة، ينتظرون النفس يوقف حتى كل شيء ينتهي. يقول له هذا الألماني للسيد الميلاني المرجع، يقول له سيدنا هاي الخدامة الإيرانية العدنا، يقول لما شافت حياتنا صارت جحيم اجتنا في يوم من الأيام قالت أنا أريد أطلب منكم شيء. هسه وين كنت أنا خادمة، بس أريد أطلب شيء منكم، تقبلوه تقبلوه، ما تقبلوه بكيفكم. ايش رايده؟ يقول قالت احنا شيعة، أنا شيعية، واحنا اكو عندنا بنت النبي عمرها 18 سنه كسروا ضلوعها. هم ضلوعها مكسره مثل هاي. واحنا عندنا عقيده بهاي بنت نبينا تقضي الحوائج. فأنا أطلب منكم شيء جربوه، أنتم جربتوا المستشفيات ما وصلتوا النتيجة، أنا أطلب منكم شيء. يابا قولي، إحنا كل شيء مستعدين نسوي على مود بتنا. قالت لهم تقولون، علمتهم بلغتهم، تفتحون الشباك وتحجون بالهواء. قال نحكي بالهواء؟ قالت لهم بالهواء. يابا شو نقول؟ قالت لهم صيحوا بعلو صوتكم يا فاطمة يا كثيرة الأضلاع أنقذي ابنتنا. بس تصيحوا، بس بشرط. يابا شنو الشرط؟ قالت لهم اذا بدكم طابت تجون وياي تاخذوني واروح انا وياكم المنطقه مقدسه عندنا بايران اسمها مشهد، حتى هناك يم امام الثامن الضامن تعلنون تشيعكم على يد مرجع الطائفه هناك السيد الميلاني. نتفق على الشرط يا لا؟ قالوا اذا بدنا طابت نتفق. يقول له يا سيد واتفقنا ويا هاي المرأة وفتحنا الشبابيك، المرأة تصيح بصوب وانا اصيح بصوب. طبعا هو يسولف السيد الميلاني نزع عمامته وقام يبكي. شو تصيحون؟ قال له نصيح يا فاطمة يا مكسرة الأضلاع أنقذي ابنتنا.
السيد الميلاني قال له وبعدين؟ قال له يا سيد أخذنا لنا شوط صياح ساعة كملنا، وإذا الطفلة تقوم من غيبوبتها وتمشي وتجينا وتقول جوعانة أني. يابا أنت شلون جوعانة؟ يقول تحاكينا الطفلة تقول أنا ونايمة اجتني مرة قعدت يمي قالت لي شبيك بنيتي؟ أنت هم ضلوعك مكسورة مثل ضلوعي. ضلعك مثل ضلعي. ومسحت على صدري وانا قمت ما بي شيء. يقول له يا سيدي اخذناها للدكتور، الدكتور قام يدق على راسه يقول يا جماعه هاي ضلوعها احسن من ضلوعي، ايش سويتوا لها للطفله؟ قال له اخذناها الدكتوره اسمها فاطمه. واحنا على عهدنا يا سيد اجينا المشهد حتى نعلن تشيعنا مثل ما اتفقنا ويا فاطمة. يابا قمت للباب لكن ما علي حجاب. أنا قمت للباب لكن ما علي حجاب. الله يلعن قاتلك، الله يلعن قاتلك، الله يعذبه بعذاب تستغيث منه النار وأهل النار يا فاطمة. بويا قمت للباب